السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام، في فيديو جديد من حلقات دورة ال HTML. إن شاء الله في هذه الحلقة سنتعرف على ما هو السيوب وكذلك ما هو السيوب. ففي الحلقة الماضية تعرفنا على كل من ال UL وال OL ودورهما والفرق بينهما. فلنبدأ على بركة الله. نقوم بكتابة مثلا تعرفنا على هذا الوسم في أحد الدروس الماضية. ثم مثلا نقوم بكتابة يعني مثلا HTML مثلا. ثم نقوم بكتابة هنا سيب هكذا، تكتب هكذا، ثم نقوم بقفلها هكذا، وهنا نكتب أي نص مثلا tutorial مثلا 5 هكذا. لاحظوا معي الآن كنترول اس، نقوم بالتحديث كما تشاهدون. قد تقوم كما تشاهدون ف HTML كتبت في الأسفل، يعني السيوب تقوم ب يعني وضع الكتابة في الأعلى مثل الأس، كالأس، يعني مثلا إذا استخدمت هنا مثلا إكس أس 2. لاحظ معي كنترول اس كنترول ار، لاحظ معي إكس أس 2. فهذا هو دور السيوب. الآن سنتعرف على السيوب ما هو. نقوم بنقل يعني الأكواد HTML مثلا هنا. آه، هاي تكست مثلا لكي يظهر لكم الفرق أين يوجد. هنا فقط سنغير ال P إلى البي ثم P إلى البي، فنفس الشكل هي تكتب على سلاش سيوب، ثم هنا يعني تفتح، ثم هنا تقفل بسلاش، كذلك هنا سيوب تقفل ب يعني سلاش. كنترول اس كنترول ار، تشاهدون HTML توتوريال 5. هنا هايبر تكست كتبت يعني لا، في الأسفل. فهذا الفرق بينهما، يعني السيوب تقوم تقوم بوضع الكتابة يعني آه، يعني أعلى، في الأعلى، والسيوب تقوم بكتابتها في الأسفل. فهذا كل ما في هذه الحلقة. أتمنى تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين، أطلب لكم موعد في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.